السلام عليكم. فاش كنهضروا على الطيران كنهضروا على بزاف ديال الميادين والقطاعات اللي كيصاروا على السلامه الجويه. فاش كنهضروا على الطائرات كنتكلموا على واحد الهندسه معقده اللي كتحتاج واحد العنايه دقيقه. هنا فين كيبان الدور ديال قطاع الصيانه اللي بوحدو فيه العديد من المهن اللي ما كتنعش وكيتحملوا مسؤوليه مئات الارواح في كل طائره كطير. الموضوع ديال هذا الفيديو هو الصيانه ديال الطائرات. حسب المعطيات المتوفره الحجم ديال المعاملات ديال قطاع الطيران كامل وصل تقريبا 334 مليار دولار في 2023. وفي نفس العام قطاع الاميرو اللي هي الماتننس ريبير اند اوفرهول وصل تقريبا 93 مليار، وهادشي كيمثل تقريبا 28% من سوق الطيران. طبعا هادو ارقام تقريبيه ولكن كيعطيونا فكره على الحجم ديال هذا القطاع. مصادر اللي خدمنا بهم غادي تلقاوهم في الديسكريبسيون. الفيديو غادي يكون عامر بالمعلومات اللي غادي نحاولوا نبسطوهم عن طريق الصور ولا انفوغرافس. حبذا لو تحط شي قهوة ولا اتاي دير معنا سبسكرايب ولايك وخلينا الرأي ديالك في التعاليق. وغادي نبداو بسم الله. الصيانة في الطيران وعلى عكس شنو كيعتقدوا البعض، الهدف الأول ديالها ماشي هو إصلاح الأعطاب، وإنما تفادي دوك الأعطاب أنهم يوقعوا من الأساس. وهنا كنتكلموا على الصيانة الوقائية preventive maintenance. اما في حاله وقع شي عطب عاد كندوزو للاصلاح، وهنا كنهضروا على الكوريكتيف ماتنس. الصيانه نقدروا نقسموها حتى جوج انواع كبار: البيز ماتنس واللي كدار في الهونغار وكتطلب من ساعات الاسابيع حتى الاشهر، واللاين ماتنس اللي كدار غير في الرامب وكتكون بين جوج ديال الرحلات مثلا ولا في شي توقف ليلي ملي الطائره ما كتكونش خدامه. في البيز ماتنس غالبا كتكون الصيانه مبرمجه سكيدولد ماتنس، واللي كتكون مأطرة من طرف المصنع في واحد الدوكيمون اللي كيكون فيه البلانينغ وكنسميوه الام بي دي ماتنس بلانينغ دوكيمنت. في هاد الوثيقه كنلقاو كاع عمليات الصيانه اللي خاص يداروا والانترفال ديال الوقت بيناتهم، كيكون يا اما الفلايت اورز الفلايت سايكلز ولا بعدد الاشهر. هاد الدوكيمونت كيكون هو نقطة انطلاق اللي كيعتمدوا عليها المشغلين ديال الطائرات باش انهم بخلق واحد النظام ديال الصيانة والتتبع ديال ديك الطائرة. هاد المهمات اللي شفناو على حسب الانترفال ديالهم كيتجمعوا في ما يسمى بالباكيج. وهنا فاش كنهضروا على الباكيج كنهضروا على تشيك كبيره ولا صغيره، بحال اي تشيك اللي كتعتبر لايت تشيك وكتكون خفيفه تقدر تاخذ من 6 ديال الساعات حتى ل 24 ساعه، كدار تقريبا كل 6 شهور. والسي تشيك اللي كتعتبر هيفي تشيك وتقدر تاخذ حتى 3 سيمانات وكدار كل 3 سنين تقريبا. ارقام تقريبيه. كما قلت قبل هادشي كيبقى على حساب الطائره وكل شركه كيفاش تقوم بالاداره ديال البلانينغ ديالها. دابا ندوزو لللاين مانتنانس. اللاين مانتنانس نقدروا نلقاو فيها حتى هي عمليات صيانه مبرمجه كتكون خفيفه كدار كل يوم او اسبوع، كيتسموا بحال الديلي تشيك ولا الويكلي تشيك. فهاد التشيكس الصغار فين كيتم مثلا فحص الحاله ديال العجلات او الزيت المحرك مثلا. وراها كندوزو للانسكيدولد مانتنانس اللي هي غير مبرمجه وتقدر تكون في الهونغار ولا في اللاين. كما باينه من سميتها فكتكون غير مبرمجه بحال شي عطب في شي نظام اللي كيخص يتم الاصلاح ديالو ولا تغيير القطعه الخاسره. اجي دابا نشوفوا شكون هما الناس اللي كيخدموا في هذا الخدام. ما غاديش نقدروا نذكروا كاع المهن مع الاسف باش عاوتاني ما يطواش الفيديو، ولكن غنركزوا على اهم المهن. هاد الفقره غادي تكون فيها ما هو قانوني واللي غادي نتبازاو فيه على القوانين والتأطيرات ديال الوكاله الاوروبيه للسلامه الجويه ليازا European Aviation Safety Agency، واللي بحكم اننا في المغرب شريك قوي لهذه الوكاله ومراكز الصيانه اللي عندنا اغلبهم عندهم الترخيص ديال لاداك اللي هي اداره ديال الطيران المدني المغربيه وديال ليازا. اول وحدين خاصنا نهضروا عليهم هما المهندسين اللي كتكون المهمه ديالهم هي التتبع ديال الصلاحيه ديال ديك الطائره اولا الاير وورثنس ديالها من خلال انشاء اجنده ديال الصيانه كتحترم التوصيات ديال المصنع اللي شفنا في الام بي دي ديال قبيله. مثلا الشركه اللي كتقوم بهذه المهمه كيخص يكون عندها ترخيص خاص من عند السلطات المختصه ديال ديك البلاد بحال لاداك في المغرب، الاف ا في الولايات المتحده الامريكيه ولا ليازا في اوروبا. في اوروبا مثلا كتسمى الكامو كتعني الكونتينيوينغ ايروورثينس مانجمنت اورغانيزيشن. فاش كتقاد البروغرام ديال الاسطول كامل مرة كيخصك دوز للجزء ديال الصيانه اللي حتى هي خاص يكون عندها ترخيص اخر اللي كيتسمى بالبارت 145 باش تقدر تقوم باعمال الصيانه. اما بالنسبه للتقنيين فهما كيكون فيهم بزاف ديال الاختصاصات وكيبداو من الا حتى للسي. الا هما اللي كيكونوا خدامين في اللاين مثلا وكيقوموا بعمليات صيانه خفيفه بحال الديلي تشيك اللي هضرنا عليها قبل. من بعد كندوزو على البي، كيكونوا كيديروا اعمال صيانه اكثر تعقيد وكيكونوا كيتقسموا على جوج: البي 1 والبي 2.
بي 1 كيكونوا الاختصاص ديالهم كل ما هو ميكانيكي، والبي 2 كيكون الاختصاص ديالهم كل ما هو كهربائي وافيونيك. ومن بعد كنهضروا على السي، هو الشخص اللي كيصادق ولا كيسيرتيفي العمل اللي دار في شي طائره من بعد عمليه صيانه ثقيله بحال دي تشيك مثلا. هاد الاشخاص اللي ذكرت كاملين والحروف باش عرفتهم كيمثلوا الرخصه اولا الليسونس ديالهم اللي حتى هما كتعطيها لهم السلطه المختصه وكتسمى البارت 66. هاد الرخصه اللي باش تخاد كيخص مولاها يكون دوز ديبلوم. اللي عارف غادي تصبروا معايا، عيقت عليكم بالتراخيص، ولكن المدرسه فين كيدوزوا هاد الدورات التدريبيه ديال صيانه الطائرات حتى هما كيخص يكون عندها ترخيص اخر خاص بها وكيتسمى البارت 147. ما غاديش نتعمقوا اكثر في هذا الموضوع، ولكن الا بغيتو نديرو فيديو كنشرحوا فيه اكثر على كيفيه الولوج لهذا المجال قولوها لنا في التعاليق. بالاضافه للتقنيين ديال ستراكشر والاختصاص ديالهم اللي هو كل ما كيقيس الهيكل ديال الطائره، التقنيين ديال الشوب اللي كيخدموا بعاد على الطائره بحال فاش كيكون شي محرك محتاج لمراجعه شامله كيتحيد من الطائره وكيتصيفط لهم تما باش هما يقوموا بالاعمال ديالهم. غادي نوقفوا هنا بالنسبه للمهن. هاد الاشخاص كاملين اللي دوينا عليهم ما كيخدموش من عقلهم، بل عندهم ادوات ومراجع ديال المصنع كيكون فيهم طريقه ديال اجراء اي عمليه في الطائره واللي خاص يحترموها. من بين هاد المراجع نقدروا نذكروا مثلا لا ام ام هو الايركرافت مانتنس مانوال اللي كيشرح بالتفصيل كيفاش تقوم بتغيير شي قطعه ما. الاي بي سي الالستريتد بارت كاتالوج اللي كتحتاجو باش تغير ديك القطعه حيت غادي خصك تعرف الارقام التسلسليه ديالها. الفيم ولا تي اس ام اللي كتعني الفولت ايزوليشن مانوال ولا ترابل شوتينغ مانوال كيحتاجوه التقنيين باش يعرفوا المصدر ديال المشكل ويصلحوه. المال اللي تقدر تخلع بزاف واللي هي كتسمى المينيمم ايكويبمنت ليست، وهذا هو المرجعيه المفضله عند اللاين انجينيرز حيت بحكم ضيق الوقت كيقدروا يديسباتشيو شي طائره واخا يكون فيها شي مشكل، بيان سور كيكون ما كيقيسش السلامه الجويه. الاي دي ايروورثينس دايركتيف وهذا كما سبق لينا هضرنا عليه في انستغرام، فهو كيكون فيه التعليمات السلامه الاجباريه اللي كتصدرها السلطات المختصه، كتكون يا اما كتطلب عمليه فحص او تغيير شي قطعه اللي ممكن تقيس بالسلامه الجويه. الاس بي ولا السيرفيس بيلتن هو بحال الايروورثينس دايركتيف ولكن ما كيكونش اجباري، والمصنع هو اللي كيصدرو وكيكون الهدف منه هو تطوير شي نظام او قطعه ما. وغادي نتكلموا على السي ار اس سيرتيفيكيت اوف ريليس تو سيرفيس، هاد الوثيقه اللي كتختم لنا عمليه الصيانه وكتكون هي اللي كتشهد بان الطائره تقدر ترجع للخدمه بامان. هاد الوثيقه كيسنيها التقني من صنف ا ولا بي ولا سي على حسب الاعمال اللي داروا في الطائره، وكيخص بالاضافه للرخصه ديالو البارت 66 يكون عنده دوره تدريبيه اضافيه على ديك الطائره واللي كتسمى تايب ريتينغ وكتكون مطبوعه في الظهر ديال الرخصه ديالو. علاش هادشي معقد ومأطر كاع هكا؟ الجواب هو الغايه تبرر الوسيله. خطأ واحد يقدر يسبب في كارثه الله يحفظ. ونقدروا نذكروا رحله بريتيش ايرويز 53-90 واللي بسبب خطأ في اختيار البراغي ديال الويندشيلد اللي هو الباربريس القدامي غادي يديطاشو في وسط الرحله، والكابتن غادي يلقى راسو كيركب على الاتموسفير برا كي دايره فواحد السرعه ديال 700 كيلومتر في الساعه، درجه الحراره 17 تحت الصفر. كل ماشي رجليه اللي حصلوا في الداخل ديال الكوكبيت كان غادي يطيح من ارتفاع ديال 17,000 قدم اللي هي تقريبا 5 كيلومتر. الطائره ولله الحمد قدرات تنزل بسلام والحادث ما خلفش قتله، عكس الرحله 522 ديال اليوس ايرويز واللي بسبب سويتش ديال بريسيوريزيشن اللي كان نساه التكنيشن في مانويل وما ردوش الاوتو، الشيء اللي حتى الطاقم ديال الطيران ما غاديش يردوا البال في التشيك ليست واخا كان خاصو يشوفهم. الطياره ما غاديش تبقى كتقاد البريسيوريزيشن في لاكابين، ومع الارتفاع الاكسجين غادي ينقص حتى غادي يسخفوا الطاقم والمسافرين، وغادي الطائره تكمل بالطيران الالي حتى تكراشي في جبل من بعد ما غادي يسالي لها الفيول. النتيجه ديال نيسيان سويتش كانت هي 121 ضحيه اللي ماتوا. كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليونا لايك والفيدباك ديالكم في التعاليق، ونتلاقاو في فيديو الجاي.